نهاية العصر القديم في الملاكمة وبدأنا في تقنية ميجالو. ملاكمة ميجالو هي مزيج بين تكنولوجيا التروس واللياقة، وشركة شيراتو هي المسؤولة عن العصر الجديد. وبالمناسبة دي هتقام بطولة بعد 3 شهور، والفايز هيكون بطل لعصر الملاكمة الجديد. وزي كل فيديو ما تنساش تعمل لايك، وصل لنا المقطع 10000 لايك عشان نخش بالقسم الثاني، واشترك في القناة لو دي أول مرة ليك. برغم إن الأخبار كانت منتشرة والكل متحمس عشان يشوف ملاكمة ميجالو، بس الانتقادات كانت كتيرة. كلهم بيتكلموا ان التقنية الجديدة بتزود العنف والدم في الرياضة، ورئيسة الشركة بترد ان الاتهامات مش حقيقة، احنا بنزود من متعة الرياضة وفاتحينها لكل المواطنين، مفيش اي قيد على الجنس او العمر او المؤهلات، والكل مسموح ليه بالمشاركة. كلب الخردة كان سامع المؤتمر وهو بيضحك. البطولة مفتوحة لكل المواطنين، المشكلة ان احنا مش مواطنين، ما عندناش اي بطاقة او اثبات هوية، ومش هو لوحده، في الاف بل الملايين بنفس الشكل. اسمه كلب الخردة لانه يتيم ملهوش اسم، وخد اللقب ده من الشارع. بيروح لحلبة تحت الارض ويدخل لزميله نانابو هو المدرب بتاعه. كلب الخردة بيقول له مش كل مرة انا زهقت، انا نفسي العب مرة من غير طريقتك المشبوهة. كلب الخردة بيلعب في مباريات تحت الارض الاساس فيها هي المراهنة، وزي ما قلنا نانابو المدرب بتاعه، وممكن نعتبره وكيل اعماله، بس عشان يحققوا المكاسب ويسددوا الديون اللي عليهم بيرضوا بالخسارة. بيبدأ الجولة بقوة لانه في الاساس قوي جدا، فالناس بتراهن عليه، وساعتها بيسيب نفسه عشان الخصم يكسب والمراهنين يخسروا فلوسهم. مش راضي عن الطريقة، بس ما قدامهوش حل تاني، لان زي ما قلنا هو مش مواطن وملهوش اي حقوق، وما يقدرش يلعب ملاكمة الا بالطريقة دي. بيدخل الحلبة ويركب الترس، هو والخصم بيلعبوا بطريقة ميجالو، وكل الجمهور منتظر المعركة. الجولة بتبدأ وبيصد ضربة في التانية، الترس بيساعد على زيادة قوة الضربة، هي دي أقوى مميزاته، بالإضافة لحاجات تانية هنعرفها بعدين. بيتفادى ضربة بطريقة أسطورية، وقبل ما يديله ضربة سفلية جرس الجولة الأولى بيضرب. انتهت الجولة قبل ما يدي القاضية، كل اللي شافوا اللي حصل بيجروا عشان يراهنوا على كلب الخردة. حقق الغرض من المباراة، وبيدخل الجولة التانية ويفضل يصد في الضربات لحد ما أخيرا بياخد ضربة جانبية بتلزق وشه في الأرض. تخيل تكون وظيفتك في الحياة إنك تتضرب. نانابو بيدفع جزء من الديون، وكلب الخردة بينطلق في الشارع وهو زهقان من حياته. وفي واحد من الطرق شيراتو رئيسة الشركة كانت واقفة مع ملاكم واسمه يوري، يعتبر واحد من أقوى الملاكمين، ونقدر نقول إنه الممثل الرئيسي للشركة. فجأة كلب الخردة بيظهر قدامها وبيتفادى في آخر لحظة، حرفيا كان هيشيلها من على الأرض. بيقول لها ما تبصي على الطريق قبل ما تعدي، بتقول له أنا آسفة جدا، أي تعويض أنت عاوزه ابعته للشركة بتاعتي. شاف الاسم من هنا وقال لها مش عاوز حاجة منك، أنا مش بقبل صدقة من حد، وخلي بالك اللي شركتك بتقدمه مش ملاكمة، انتوا شوية نصابين. يوري بيقول له اسحب كلامك. كلب الخردة قال له لو عاوزني اسحب كلامي وريني قوتك في ملاكمة ميجالو. لسه هيبدأوا في الملاكمة، بس شيراتو بتوقفه، بتقول له يلا بينا من هنا، وهو بيسمع كلامها ويسيب المكان. كلب الخردة بيرجع للحلبة من تاني، ونانابو بيقول له المرة دي المباراة لازم تكون 5 جولات، حاول تستحمل وتقنع الجمهور انك خسرت بحق. وفجأة بيدخل شخص والكل بيوسع المكان، بيقول لهم انا عندي عمل غير منتهي مع كلب الخردة. الكل شافه واتعرف عليه، ده هو يوري صاحب الترس الاسطوري، ممكن نعتبره اقوى ترس في ملاكمة ميجالو. كلب الخردة بيقول له جيت ملعبي. يوري بيقول له للاسف مفيش حد هينقذك مني النهارده. نانابو بيحاول يوقف المعركة، بس رئيس المكان بيقول له استنى، المعركة دي هتزود الجمهور. وكلب الخردة كان موافق. معركة عمرها ما حصلت ولا هتتكرر في مكان زي ده، والاتنين بيبدأوا. كلب الخردة بيهاجم وبحركة واحدة يوري بيرجعه، بيقول له تصدق انا مش محتاج ايدين، ايدي الشمال كفاية، يلا خش عليا. كلب الخردة بيهاجم لكنه بيتفادى، وبايد واحدة بينزل فيه ضرب، ايد واحدة كفاية عشان يهاجم ويدافع، وكمان بينزل عليه بضربة علوية بتلزق وشه في الارض. كلب الخردة بيقول له ضربة قوية يلا نكمل. يوري بيدي ضربة في التانية، بس الاخيرة كلب الصيد بيتفاداها وبيديله ضربة بتجبره يستخدم اليمين. لاعبني زي الرجالة، والمعركة الحقيقية
الحقيقية بتبدأ لكنها بتخلص، لأن يوري بيوهمه بضربة سفلية لكنه بيديها له مباشرة، أكنك خبطته بعربية نقل نزل على الأرض ما اتحركش من بعدها. الحكم بيعد ويوصل ل10. يوري فاز بالضربة القاضية من الجولة الأولى. ولو ما تعرفوش فمباراة الملاكمة ممكن تكون من 3 جولات أو 5 جولات. كلب الخردة بيقول له هو ده اللي عندك؟ يوري قال له بلاش ارجع لك بدل ما اقتلك، زود قوتك وحاول تحصلني وساعتها هتيجي تلعبني في ملعبي. يوري بيرجع لقصر شيراتو، بتقول له انا سمعت باللي حصل، لازم تفتكر مكانتك، ملاكم زيك ما ينفعش يروح الاماكن دي. بيقول لها انا اسف الموضوع ده مش هيتكرر تاني. وبعد يومين كلب الخردة بيوصل وننبو بيقول له المباراة هتبدأ، لازم تاخد لكمة في الجولة ال5 وتسقط. كلب الخردة بيقول له انا اكتفيت، انا عاوز اشترك في البطولة دي عشان اقاتل يوري. بيقول له انت فاهم اللي بتقوله؟ يوري كان يقدر يقتلك، ده غير انك محتاج هوية مواطن عشان تقدر تشترك في معركة شرعية، وحتى لو بقى معاك البطولة دي مش بيدخلها الا اعلى 4 ملاكمين في التصنيف، واستحالة توصل للمستوى ده في خلال 3 شهور، اللي زينا مكاننا تحت الارض، فيلا اطلع الحلبة عشان نبدأ. كلب الخردة بيسمع الكلام ويطلع الحلبة، بيتقدم في اتجاه المنافس وبضربة واحدة بينيمه على الارض. انا قلت لك هشترك في البطولة، بس مدير المكان بينادي ننبو، بيدخل له ويقول له انا اسف جدا، انا والشاب اللي معايا اسفين على اللي حصل. الراجل قال له متعصب ليه؟ خد اشرب شوربة لسه عاملها ليك وتعالى نتكلم باحترام، فين فلوسي؟ قال له عاوز شوية وقت. هي دي اجابتك؟ خلاص انا موافق، بس لازم تدفع تمن اللي حصل، انا عاوز عينيك التانية. قال له طب هتعملوا ايه في شريكي؟ قال له عاوز تضحي بيه؟ للاسف مش هينفع، احنا هنستخدمه عشان نشغل المباريات في الحلبة بتاعتي. كلمة حلبة بتنزل على ودن ننبو وبيقول له انا عندي حل يرضيك. شايف الاعلان ده؟ شريكي هيشترك في البطولة وكمان هيفوز بيها، بس احنا عاوزين مساعدة منك. بيروح لكلب الخردة ويقول له هتشترك في البطولة وتكسبها يا اما انا اللي هقتلك، لازم تكسبها يا اما انا اللي هموت. وهما الاتنين بيروحوا مع الراجل لواحد من المزورين، الراجل ده هيعمل له بطاقة هوية مزيفة عشان يستخدمها للمشاركة في البطولة، وفي المقابل ارباح البطولة هياخدها بالكامل. بيسأل كلب الخردة ايه الاسم اللي عاوز نكتبه؟ اختار اسم ليك. كلب الخردة بيفكر، اول مرة يختار اسم، بيقول لهم جو، اسم قوي وليه سجع موسيقي. وننبو بيروح يسجل اسم جو في اتحاد ملاكمة ميجالو وبياخد المركز 257 من 257، اخر واحد في التصنيف، وكمان صاحب حلبات تحت الارض بيعمل لهم خدمة جديدة ويجيب لهم منافس اول في البطولة. مش حارمكم من حاجة، يا رب تجيبوا الفلوس اللي عليكم. المهم دلوقتي ان احنا نطلع في المراكز، نقدر في ال5 شهور نلعب 5 مباريات، ولازم نتحرك من المركز 257، وده مش هيحصل الا لو فزت في ال5. بس في الاول لازم نلاقي حل في الترس اللي معانا. الترس اللي بيستخدمه يوري تم تصميمه من شركة شيراتو، خفيف وفي نفس الوقت صلب، اتصاله الجسدي ممتاز فما فيش اي تأخير في الاتصال بالجسم، حاجة زي اللاج في الالعاب، تدي امر فالترس يتأخر في التنفيذ. الكلام ده كله مش موجود في الترس ودي حالة نادرة، تقريبا يوري هو الوحيد اللي بيقدر يستخدمه، ده غير طبعا انه غالي جدا واحنا فقراء جدا جدا. في نفس الوقت مجموعة من الاطفال بيجهزوا الحاجة، 2 منهم بيروحوا يشغلوا صاحب المحل والتالت بيخش ويسرق كل الموجود. ننبو بيوصل مع جو عشان يشتروا شوية قطع غيار، محل فيه بائع ومعاه بودي جارد اسمه هيجاشي. بيشوفوا ترس غريب، النموذج الاول لشيراتو اقل شوية من النموذج النهائي اللي لابسه يوري، ما تعرفش ازاي جه مكان زي ده. والاربع اطفال بيوصلوا ويقولوا احنا جبنا البضاعة، بيسمعوا جو وهو بيقول لازم نشتري الترس عشان نشترك في بطولة ميجالو. قال له يا ابني انا فقير معيش اجيب لك. صاحب المحل بيشتري البضاعة ويديهم 3 من الحلوى الحمراء، في الواقع هي مخدرات بتخليهم ينسوا حياتهم انهم اطفال شوارع. قائدهم بيقول احنا اتفقنا على 4. قال له انت طفل حرامي ملكش حقوق. الولد بيعوره فالراجل لسه هيديله ضربة بس جو بيتدخل، بيهدي الوضع بين الاتنين وبيخرج بعد هيجاشي مداله ضربة. بيرجعوا عشان يدرسوا الخصم بتاعهم، المصنف رقم 185
تنين واسمه شارك، لقبه هو آكل البشر، عنده عدد كبير من الخسارات بس أغلبهم بسبب تصرفاته وارتكابه للأخطاء، لأنه عصبي وممكن عادي يضرب الحكم، وده السبب اللي خلاه يوافق على مواجهة جو. مفيش حد راضي يلعبه أساسا، والاتنين بيبدأوا التدريب والأطفال بيتفرجوا عليهم. بيحاول يزود من مهارته في الدفاع والأطفال برضه بيتفرجوا. الطفل بيقول لهم مش هتقدر تفوز بالترس اللي معاك، انت محتاج واحد أقوى وأنا ممكن أساعدك. جو بيقول له مش هاخد كلامي من طفل، اللي زيك بيقعدوا في البيت. الطفل بيمشي ويروح لمحل المعدات بالليل عشان يسرق الترس، وفي الصباح جو بيروح يتدرب لكن بيلاقي حريق من كتر استخدام الترس، انفجر واتحرق. هنعمل ايه منك لله، المباراة هتبدأ بكرة. ومش دي نهاية المصايب، باقي الأطفال بيجوا جري. ساتشو اتمسك في المحل بعد ما سرق الترس. مين ساتشو أساسا؟ ده الولد اللي حاول يساعد جو، سرق الترس عشانه لكنه اتمسك. وصاحب المحل وهيجاشي بينزلوا فيه ضرب، قول لنا فين الترس قبل ما نقتلك. بيمسك ساتشو ويسحق عظمه، بس فجأة الشباك بيتكسر والموتوسيكل بيلبس في وش هيجاشي. الراجل زي البغل ولا بيتأثر. يلا نكمل في الملاكمة. بيديله لكمة في التانية لكن الترس بيتفتت، ده ما حصلش نموذج أولي حتى، ومن ضربة بيتكسر بالكامل. جو بيقول مش محتاج ترس وبيجري على هيجاشي، وبضربة سفلية من تحت الدقن بتنيمه على الأرض. الضربة دي مميتة. بيقول لساتشو أجبتني، يلا بينا عشان نلحق المباراة، بس في الأول لازم نلاقي ترس جديد. وفي اليوم اللي بعده الكل بيتجهز للمباراة. على الطرف اليمين الملاكم شارك، وعلى الطرف الشمال المشارك الجديد صاحب الرتبة 257 جو صاحب اللا ترس. ايه قصة اللا ترس؟ في اليوم اللي قبله نانابو وجو اتفقوا انه هيلعب من غير ترس. اساسا مين الملاكم اللي هيلاعب واحد في المركز 257؟ نظام الرياضة ان اللاعبين بيتفقوا على المباراة وبعدها بتحصل، مش بالقرعة او بالاختيار العشوائي زي العادة. مفيش اي عامل جذب الا انك تلعب بدون ترس، وهتاخد لقب جو صاحب اللا ترس. لو كسبت ال5 مباريات الاسم ده هينتشر في كل مكان، هتكون واحد من اشهر لاعبي الملاكمة. وجو طبعا بيوافق. وبنوصل لليوم اللي بعده، كل الجمهور مستغرب ازاي هيبدأ من غير ترس. الحكم بيقول مفيش اي قاعدة تجبره يستخدم ترس، المباراة قانونية بالكامل. بس شارك كان متعصب، اكيد بيلاعبني من غير ترس لانه بيستخف بيا. ده حتى الجمهور بدأ يشجع شارك لانه جو بيستخف بالمباراة. الترس اللي بيستخدمه شارك قوي جدا، تحسه مركب موتور في دراعه. ده حتى جو كان بيترعش من الخوف. والمعركة بتبدأ، كل اللي عليه انه يستغل سرعته في تفادي الضربات، وفي اي فرصة يديله ضربة. الموضوع ناجح بشكل كبير، لكنه بياخد ضربة بتسقطه. الضربة حتى ما كانتش مباشرة وقدر يصدها، لكن بدون الترس الضرر كبير والمعركة شبه مستحيلة. الحكم بيعد ويوصل ل8 لكنه بيقدر يقوم. شارك بيتقدم عشان يديله ضربة، بس جرس الجولة بيضرب. نانابو بيديله تعليمات للجولة التانية وهو مش سامع ولا شايف حاجة. ماشي سامعك، انت بتقول ايه اساسا؟ الجولة التانية بتبدأ وهو بيتطوح يمين وشمال. شارك بيهاجم وهو بيجري في الحلبة، والجمهور كله بيهتف ضده، حارب زي الرجالة وبطل هرب. ده حتى شارك اتعصب وبدأ يخنقه، فالحكم بيديله خطأ. شارك بينزل فيه ضرب، فالحكم بيقول له لو اتكررت تاني هيتم استبعادك وشطب عضويتك. بيكملوا وتحس ان جو مش عاوز يهاجم، كل اللي بيعمله هو تفادي الضربات والهرب. والجولة التانية بتخلص. نانابو بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بكسب، لو المنافس ما ضربنيش مش هخسر. قال له ما انت برضه مش هتكسب. ساتشو بيقول لنانابو انت مش شايفه؟ جو خايف وايده بتترعش، خايف ياخد ضربة او يتصاب. انت واقف بره ومش حاسس بيه. جو سمع الكلام واتأثر، خلاص انا جاهز. وبيدخل الجولة التالتة. شارك بيجري عليه وبيديله ضربة بس بيتفادى ويردها له. بيتفادى الضربات ومع الاخيرة بيديله واحدة سفلية بتخلص المعركة. ضربة مباشرة افقدته الوعي والكل مذهول. جو صاحب اللا ترس فاز في المعركة. محدش كان متوقع النتيجة للدرجة انهم بدأوا يهتفوا باسمه. خلصنا المباراة الاولى من ال5 وبدأ بعدها في المباراة التانية ومفيش اي فرق. ضربة مباشرة اسقط بيها الخصم ودخل بعدها في المباراة التالتة وزي اخواته الاتنين. جو وصل
للمركز 139. صعوده السريع لاحظوا كتير من الناس ومنهم شيراتو، ونانابو وجو بيأسسوا فريق وبيسموه فريق بلا مكان. اساميهم قوية والله. نانابو بيحاول يدور على منافس قوي عاوزه من المراكز ال50 الأولى. واحد من السماسرة قدر يوفر له واحد، الملاكم صاحب المركز ال17، والملاكم ده أساسا كان عاوز يلاعب جو بالاسم. مش كده وبس، جاي عشان يقابل نانابو، واللي أول ما شافه اتصدم. انت أراجاكي؟ نانابو ما كانش مصدق اللي هو شايفه. أراجاكي اللي قدامه ما شافوش من 10 سنين. أراجاكي بيقول له كان نفسي أقابلك من زمان، انت وملاكمة ميجالو اديته لحياتي معنى، عشان كده قررت اساعدك انت والملاكم الجديد اللي معاك، وقررت ادمركم انتوا الاتنين. هخليك تدفع تمن الاشياء اللي خسرتها. نانابو بيرجع لجو ويقول له لقينا ملاكم بس للاسف مش هنلعبه، انسحب من المعركة قبل ما تبدأ. لو فزنا في المباراة الخامسة هيبقى عندنا فرصة. الملاكم الجيد هو اللي يعرف امتى يلعب وامتى ينسحب. أراجاكي جندي سابق كان بيلعب ملاكمة، ونانابو كان المدرب بتاعه، بس جات له الخدمة العسكرية فساب الملاكمة وانضم للجيش. وفي واحدة من المهام لقى شخص مصاب، حاول ينقذه بس لقاها قنبلة انفجرت فيه ودمرت رجليه الاتنين. بأعجوبة قدر يعيش ويرجع اليابان، وبعد فترة انضم تاني للملاكمة باستخدام رجلين صناعيتين، وبيهم قدر يوصل للتصنيف ال17. الراجل حقق معجزة. جو بيقول له مش مهم، انا هلعب المباراة بأي تمن. بيبدأ في التدريب. أراجاكي بيستخدم رجلين صناعيتين، فأفضل تدريب هو توجيه الضربات من مسافة مناسبة. أكيد تحكم أراجاكي بالرجل الصناعية مش هيتساوى مع تحركات جو. وساتشو بيدور في سجلات أراجاكي. الراجل مارس الملاكمة من 10 سنين وبعدها انضم للجيش، ولسه راجع من 3 سنين. خصومه كلهم خرجوا بإصابات خطيرة من المباراة. تخيل لو كان كمل وما راحش الجيش، أكيد كان هيبقى واحد من المراكز الخمسة الأولى. واللي ما كانوش يعرفوه إن أراجاكي لما رجع ما كانش فيه حد حواليه، كل اللي يعرفوه سابوه. وحتى لما راح يدور على نانابو لقاه قفل مكان التدريب واختفى. نانابو بيروح يتكلم مع أراجاكي فبيلاقي المدرب بتاعه. المدرب بياخده للمقابر ويقول له كل اللي قدامك هم شباب راحوا الحرب ورجعوا منهم فاقدين كل حاجة، وأغلبهم انتحر من اليأس. وده نفس اللي حصل لأراجاكي، فقد جسمه وكمان شهرته ورجع للناس اللي بيحبهم ولقاهم اختفوا. انت اكتر واحد كان بيحبه لكنك اختفيت. نانابو بيقول له انا مالي، انا حسبته ميت. قال له اتأكدت من الخبر؟ أراجاكي مش عاوز يقابلك، اتمنى تمشي من هنا. أراجاكي فعلا لما رجع من الحرب كان معاه المسدس بتاعه وحاول ينتحر اكتر من مرة. ده بعد ما راح لمركز التدريب الخاص بنانابو ولقاه فاضي، مكان مهجور من مدة طويلة. واللي جه في دماغه ان نانابو سابه عشان يدور على ملاكم جديد. ساتشو بيدور اكتر ويعرف ان الترس اللي بيستخدمه أراجاكي خفيف الوزن. اكيد الموضوع ليه علاقة بالتحمل، مش عاوزين وزن كبير يضغط على الرجل الصناعية. وفي يوم المباراة جو بيجهز نفسه ونانابو بيروح لأراجاكي بيقول له انا اسف اني هربت لما سمعت خبر موتك. انا شخص جبان بس جو ملهوش علاقة، ارجوك ما تدمرش جو. أراجاكي بيمشي من غير ما يرد عليه ويوصل لحلبة الملاكمة. معركة الكل كان مستنيها. على الجانب الشمال أراجاكي الملاكم العسكري، وعلى الجانب الأيمن جو صاحب اللا ترس الملاكم الصاعد بسرعة الصاروخ. والمباراة بتبدأ. جو بيحاول ينفذ اللي اتدرب عليه. حركة رجل أراجاكي مش قوية فلازم يحافظ على البعد المناسب، وبالرغم من كده بياخد ضربة مش قادر يصيبه حتى مرة، وبياخد واحدة جانبية بتقلبه في الحلبة. الحكم بيعد لحد 8 بس جو بيقف. لسه بدري على الخسارة. المباراة بتستمر وعلى عكس المتوقع أراجاكي قادر يستخدم رجله بطريقة ممتازة. مفيش ضربة واحدة قادر يصيبه بيها، وحتى الدفاع ما بقاش قادر يعمله. أراجاكي بيتفادى ضربة ولسه هيديله واحدة مباشرة بس الجرس بيرن. الضربة دي لو جات كانت هتخلص المباراة. نانابو بيقول له برافو عليك انك استحملت، يلا بينا نمشي. لو استمريت اكتر ممكن تتصاب وما تقدرش حتى تلعب مباراة جديدة. جو بيقول له انا هكمل للنهاية وكل اللي عليك انك تقعد وتتفرج والجولة التانية بتبدأ. ضربات سريعة من أراجاكي بس جو ثابت في مكانه. معلومة مهمة، لما تكون بعيد عن الخصم بتاخد قوة اللكمة بالكامل لانها بتكون باقصى
سرعتها، بس لما تقرب اللكمة بتكون أضعف والجولة التانية بتخلص. نانابو بيقول له أراجاكي عارف كل تحركاتك، حاول تفاجئه بحاجة جديدة والجولة التالتة بتبدأ. سير المباراة ما اتغيرش إلا في حاجة واحدة، أراجاكي حركته بدأت تبطأ لكن الدفاع مش هينفع على طول، بياخد ضربة جانبية وبعدها ضربة في البطن بتنزله على الأرض. الحكم بيعد من تاني وجو بيقوم عند التسعة. أراجاكي بيتعصب ويهاجم من تاني، ضربة من اليمين وضربة من الشمال وجو ما قدرش يصيبه بولا ضربة، بس أخيرا بيتفادى هجمته ويديله واحدة مباشرة. أول إصابة لكنها مش قوية وبيقدر يقوم. إصابة غيرت مجرى المعركة وجو بيبدأ في الهجوم وأخيرا جرس الجولة الثالثة بيضرب. مباراة طويلة من 5 جولات والجولة الرابعة بتبدأ. جو لسه مستمر في الدفاع لحد ما أراجاكي بيقف لحظة. جو بيستغلها ويديله ضربة في الجنب وياخد وضعية الهجوم. ضربات متتالية من الطرفين، سيطرة أراجاكي على المباراة انتهت والحكم بيعلن نهاية الجولة الرابعة. هل الجولة الخامسة هي اللي هتحسم المعركة؟ جو بيجهز نفسه بس الحكم بيعلن نهاية المباراة. أراجاكي انسحب من المباراة والفايز هو جو صاحب اللا ترس. المدرب بتاعه لاحظ اللي حصل، لو كملت ممكن ما تقدرش تمشي على رجلك تاني. بيدخل غرفة الملابس ويخلع الرجل الصناعية، الرجل مغطاة بالدم بالكامل. نانابو بيروح يطمن عليه، أنا آسف على اللي حصل لك. أراجاكي بيقول له مفيش داعي للأسف، الأطباء حذروني من ممارسة الملاكمة بس أنا ما قدرتش أسيبها، هي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة في حياتي وبالنسبة لي معركتي ضد جو كانت هتبقى الأخيرة. كان نفسي أنهيها بالفوز عشان أنتقم منك بس أعتقد إني غلطان، أنت مالكش ذنب في اللي حصل، أتمنى تدي جو التذكرة دي. نانابو قال له هي لسه معاك؟ قال له طبعا، آخر تذكرة اديتها لي قبل ما أروح الجيش، تذكرة لبطولة سباق الكلاب، كانوا مخططين يروحوا يتفرجوا عليها بعد ما يرجع من الجيش، وبالنسبة لأراجاكي هي اللي اديته الأمل عشان يكمل لبكرة وما ينتحرش زي باقي الجنود. والخبر بينتشر في كل مكان، جو صاحب اللا ترس فاز على المصنف رقم 17. وفي بطولة ميجالو لشركة شيراتو تم الإعلان عن 3 مشتركين في البطولة، عدد المشتركين الكلي هم 4. اتفاضل تذكرة أخيرة ومعارك جو بتتعرض في كل مكان للدرجة إن الناس بدأت تقول إن جو هيكون صاحب المركز الرابع. في نفس الوقت الكل كان منتظر مواجهة جديدة، شوجر ار هيل ملاكم ما خسرش ولا مرة من ساعة ما ظهر، والخصم هو ميكيو شيراتو، أيوة من عائلة شيراتو وهو أخو رئيسة الشركة. الفايز في المباراة هياخد البطاقة الرابعة والأخيرة لبطولة ميجالو. نانابو بيروح لشيراتو ويقول لها هو فعلا المباراة دي هتحدد المشارك الأخير، إيه رأي الجمهور لو أخوكي فاز وانضم للبطولة؟ ممكن يقولوا إنها واسطة، وأكيد برضو الجمهور هيحب يشوف ملاكم زي جو بدأ من الصفر لحد ما وصل لمراتب عالية، وخصوصا إنه دلوقتي في التصنيف ال17. كل الجماهير بيحبوا رحلات الصعود زي أحمد زكي في فيلم النمر الأسود. شيراتو بتقول له روح اطمن على الملاكم بتاعك، أنا سمعت إن جسمه اتدمر بعد مواجهة أراجاكي ومش هيقدر يلعب لفترة طويلة، وما تنساش إن أهم شيء في بطولة ميجالو هو الترس. المباراة بتبدأ ونانابو كان بيتابع. الترس الخاص بميكيو مزود بالذكاء الاصطناعي، بيساعدك في قراية تحركات الخصم، بيعرف امتى يهاجم وامتى يدافع، وده اللي مخلي المواجهة شبه مستحيلة على المنافس، وبسهولة ميكيو قدر يفوز بالمباراة. ميكيو شيراتو فاز وكل الناس بدأت تقول ان خلاص المركز الرابع في بطولة ميجالو اتسجل باسمه، بس ميكيو بيمسك المايك ويقول انا سعيد اني هنضم لبطولة ميجالو بس للأسف فرحتي مش مكتملة، انا سمعت عن ملاكم قوي بدأ يظهر في الساحة ومش هقدر ادخل بطولة شركة شيراتو الا لما افوز عليه، فمن مكاني هنا انا بتحدى جو صاحب اللا ترس في مواجهة هتحدد مين المركز الرابع اللي هينضم لبطولة شيراتو. جو ما كانش مصدق، ايه الحظ ده لو امك داعيالك الموضوع مش هيكون بالسهولة دي، كل ده عملناه ببطاقة هوية مزيفة. جو بيقول خلاص انا اقوم اجهز نفسي للمعركة الجاية، بس نانابو بيقول له استنى اقلع هدومك كده، بيشيل الهدوم ويلاقي جسمه متدمر بالكامل، الكدمات مغطية جسمه. جو بيقول له عادي انا ممكن العب. نانابو بيقول له انت عبيط، ما انت بتكون قالع في الملاكمة، ميكيو لو شافك بالوضع ده هيستهدف
بيستهدف كل المناطق المصابة في جسمك، وزي ما التدريب بيزود قوتك فالاستراحة برضه ليها دور مهم. شيراتو بتجتمع مع باقي مجلس الإدارة، الأعضاء بيسألوها هو فعلا في مباراة بين جو وميكيو؟ بتقول طبعا ميكيو طلب ده على الحلبة. بيقولوا طب ما نعتبره عيل صغير وما ناخدش بكلامه. قالت ما ينفعش، سمعة الشركة هتتضرب. المباراة هتحصل بين ميكيو وجو، والفايز هياخد التذكرة الرابعة والأخيرة لبطولة ميجالو. نانابو بيروح يقابل السمسار. السمسار ده شكله شخصية مهمة في الأحداث. السمسار بيقول له أنا سمعت إشاعة معرفش صحتها، سمعت إن شيراتو ما بتحبش أخوها ميكيو ومش عاوزاه يشترك في البطولة، وما أعتقدش إنك محتاج حاجة من سمسار زي في مباراة زي دي. في نفس الوقت يوري كان بيتدرب، هو مش بيتدرب، ده كان بيدوس على الناس اللي ضده. الترس بقى جزء من جسمه بيقدر يتحكم بيه بشكل كامل. شيراتو بتروح تقابل أخوها وتلاقيه بيطور من الترس بتاعه. بيقول لها أعتقد إنك جهزتي كل حاجة لمباراتي ضد جو. قالت له طبعا ده انت أخويا. بيقول لها عارف زي ما جهزتي مباراتي ضد شوجر كنت بتحسبي إني ممكن أخسر، وأكيد عندك أمل إن جو يكسبني، بس ده مش هيحصل. أنا هشترك في بطولة ميجالو بأي تمن. جو كان بيتمرن عشان المباراة والأطفال بيعملوا مصلحة، اللي عاوز يتفرج على البطل جو لازم يشتري صحن رامن، كل حاجة بالفلوس. وجو بيحاول يزود من قوة قبضته، فبيستغل أي وسيلة قدامه لحد ما بيجي يوم المباراة. جو بيروح مع نانابو للحلبة، بس بيلاقوا ميكيو مستنيهم. أهلا بيك، أنا كنت مستنيك من مدة، بوعدك قبل ما نبدأ مفيش حد هيوقفني للمشاركة في البطولة، لا البنت صاحبة شركة شيراتو ولا حتى كلاب الخردة. الكل بيتصدم، أنا عرفت هويتك المزيفة والمباريات اللي كنت بتخسر فيها. الكلام ده لو وصل للإعلام هيتم شطبك للأبد، وأنت حر عاوز تلعبني ولا هتمشي لوحدك. جو كان لسه هيضربه، فنانابو بيديله ضربة سفلية بتفقده الوعي. احنا اسفين جدا، هنمشي من المكان ومش هتشوفنا تاني. وميكيو بيصعد على الحلبة والناس مستنية، وبيعدي وقت المباراة وفوقها نص ساعة انتظار ومفيش حد وصل، وبيتم اعلان ميكيو كفايز في المباراة بالتزكية. وفي القنوات الخبر بينتشر كان المفروض نشوف معركة قوية، لكن جو صاحب اللا ترس قرر يغيب. وفي حفلة بكرة متوقع ان ميكيو هياخد التذكرة الرابعة للمشاركة في بطولة شيراتو. فوجي رئيس مباريات تحت الارض بيستدعي نانابو. انا حزين انك فشلت في المشاركة في بطولة ميجالو. قال له لا، ميكيو هددنا بالهوية المزورة. قال له مش مشكلتي، انت وعدتني انك هتسدد كل الديون اللي عليك، فاعتقد انك فشلت. قال له لا، لسه هياخد التذكرة بكرة، لسه في فرصة نكرر المباراة. كل اللي محتاجينه هي حاجة نضغط بيها على ميكيو عشان نجره لحلبة الملاكمة. فوجي بيقول له تاني عاوز مساعدة تاني؟ طب ماشي. من اسبوعين تقريبا ظهر واحد في الحلبة وبدأ يجمع معلومات عن جو، بس ما تنساش ان انا اللي عامل الهوية، مش سهل تعرف انها مزيفة الا لو مسكتها بايديك. فاتأكد ان ميكيو والشخص اللي بعته ما عندهمش اي دليل ضد جو. اللي حصل انه ضحك عليك بشوية معلومات سمعها في حلبات تحت الارض، وانا لسه عنده وعدي هوفر ليك شوية معلومات، بس لو ما سددتش الديون اللي عليك فانت وجو هتدفعوا الثمن، وكمان الولد الصغير اللي معاكم. انا عملت ايه؟ عندنا واحد اسمه كويتشي، مهندس حر كان شغال في شركة شيراتو، بس الشركة اكتشفت انه بيسرق قطع ويبيعها في السوق السوداء فطردته، ومن وقتها وهو عايش في حلبات تحت الارض بيدور في حلقة مفرغة من المراهنات. الرهان والقمار طريق الفشل الدايم. رجالة فوجي بيجيبوه من قفاه وبيدخل مع فوجي ونانابو عشان يطلعوا منه بأي معلومات. قول لنا كل حاجة تعرفها عن شركة شيراتو. ملخص الكلام اللي قاله، شركة شيراتو كانت ملك الراجل كبير. الراجل ده كان عنده ابن بس مات واتفضل له حفيدين، البنت اسمها يوكيو اللي هي دلوقتي رئيسة الشركة، والواد واللي هو ميكيو. كل واحد فيهم كان بيطور ترس عشان يعجب الجد. ميكيو طور الترس صاحب الذكاء الاصطناعي، ويوكيو طورت ترس وساعدتها القوة البدنية اليوري. واول ما الجد اعجب بالترس اداها رئاسة الشركة، وفورا وقفت كل التمويلات الموجهة لترس اخوها،
وكمان بعدته عن مجلس الإدارة، ده بالرغم ان ترس الذكاء الاصطناعي قوي جدا تقريبا ملهوش اي عيوب. نانابو بيقول له ازاي مفيش عيوب؟ طب هو بيشتغل ازاي؟ قال له ملهوش عيوب لان المستشعرات بترصد اي تحرك في ترس الخصم، حرفيا لو حركت دراعك الترس بيستجيب بحركة مضادة. هو ده ميكيو كان خايف من جو لان جو مش لابس ترس اصلا، الترس بتاعه مش هيقدر يرصد تحركات جو، فالمعركة هيحددها مين الافضل في الملاكمة بعيدا عن التروس. بيبلغ جو انه لقى طريقة عشان يعيد المباراة من تاني، وبسرعة بيتوجه لشركة شيراتو بيقول ليوكيو احنا عاوزين نعيد المباراة. بتقول له لا، انت والملاكم بتاعك هربتوا من غير سبب، انا مش عارفة ازاي جبت الجراءة عشان تظهر قدامي. بيقول لها انا جاي اساعدك، انا وجو هنخرج اخوك من البطولة، احنا عارفين ان بينكم عداوة. بتقول له كلام جميل، خد الباب معاك واطلع بره. بيقول لها اخوك يعمل لنا فخ، هو اساسا ما كانش عاوز المباراة تتم. بتقول له طب وليه سمعتوا كلامه؟ ايه اللي ماسكوا عليكم؟ لازم تقدم لي تفسير عشان اثق فيك. بيقول لها خلاص انا هثق فيكي. ماكيو عرف حاجات من الماضي مستحيل نكشف عنها، حاجات ممكن تنهي مسيرة جو في الملاكمة. انا ما عنديش مشكلة ان مسيرة جو تنتهي، بس بوعدك ان لو ده حصل هنشر في كل وسائل الاعلام ان المشارك الرابع اشترك بالغش، وده عن طريق تهديد المنافس، وخصوصا ان الشخص ده يبقى اخو رئيسة الشركة. هدمر سمعة شركتك وسمعة البطولة اللي بتحاولوا تنظموها. بتقول له فهمت، انا صدقتك، عشان كده لازم تفضل هنا لحد ما نخلص الحفلة، وبتقفل عليه البوابة. الحفلة بتبدأ وبيحضرها 100,000 من كبار شخصيات المجتمع، هي دي الحفلة اللي هيتعلن فيها بداية بطولة ميجالو. نانابو بيكلم ساتشو ويقول له انا فشلت، ما قدرتش اقنعها توقف الحفلة، وجو سمع الكلمة وخد الموتوسيكل بتاعه وانطلق للحفلة. وفي الحفلة بيتعلن اسامي المشاركين، الاول هو يوري، والتاني هو بيبي، التالت هو جلين، والرابع والاخير هو ميكيو. يوكيو بتطلع عشان تديله التذكرة الاخيرة، بس جو بيوصل، الموضوع لسه ما انتهاش، لازم نسوي الموضوع في الحلبة. ميكيو بيقول له انت جبان، هربت من المعركة، اللي زيك مالهمش مكان في الحفلة. يوكيو بتقول استنوا، اعتقد كلنا اتفاجئنا ان جو ما حضرش اخر مباراة، بس احنا عارفين ان بطولة شيراتو فيها اقوى 4 ملاكمين، هيبقى شكلها وحش لو في واحد اشترك بالتزكية لان خصمه انسحب، فانا بطلب من ميكيو انه يوافق على اعادة المباراة. وبتقسم التذكرة بين ميكيو وجو. ميكيو بيقول لها عملتيها تاني، ماشي، من دلوقتي هدفي الوحيد هو تدميرك. وشيراتو يوكيو بتعلن اقامة المباراة النهائية بين موكيو وجو صاحب اللا ترس، والفايز فيها هينضم لبطولة شيراتو لملاكمة ميجالو. المعركة بتبدأ بين جو وموكيو، معركة منتظرة والكل كان بيتابعها. المعلومات اللي جمعها نانابو ان ترس ميكيو بيرصد تحركات ترس الخصم، وبما ان جو مش لابس ترس اصلا فالمعركة هتكون سهلة، بس طلع الكلام كله غلط. ميكيو طور في الترس بتاعه للدرجة انه بيرصد تحركات الخصم، مش مهم معاه ترس ولا لا، وده اللي خلى المباراة من طرف واحد، ضربات متتالية من موكيو ودفاع مستمر من جو، وحتى مع الدفاع فضل ياخد ضربات من غير ما يرد عليه بضربة واحدة. حتى جو بيجرب تقنية جديدة اتعلمها من نانابو، بس في اقل من دقيقة موكيو بيقدر يرد عليه. من كتر المعركة ما كانت من طرف واحد يوكيو شيراتو بتمشي، بس يوري بيقول لها استني، المعركة دي هتعرفنا مين فيهم الملاكم الحقيقي. الترس اللي بيستخدمه موكيو مزود بالذكاء الاصطناعي، الترس بيتحرك لوحده في الهجوم والدفاع، ونسبة التوافق بين موكيو والترس واصلة ل 75%. ترس فضل يطور فيه عشان يرد على اي تحرك للخصم، وكمان يحلل اي حركة يعملها ويقلدها، بينسخ التحركات والتقنيات بسرعة اسطورية. بس زي ما قلنا ده ذكاء اصطناعي ممكن يتحرك بطريقة جسم موكيو ما يستحملهاش، وعشان كده كان طول الوقت بياخد منشطات عشان يقدر يواكب حركة الترس. والجولة التالتة بتبدأ ومفيش حاجة اتغيرت، جو بيصد ضربتين وياخد التالتة في وشه، بيتعامل جزئيا ككيس ملاكمة، وموكيو بيديله ضربة مباشرة بتقلبه خارج الحلبة. جو بيرجع قبل ال10 عدات عشان يكملوا، بس موكيو بيفتكر يوري اساسا كان بيستخدم ترس الذكاء الاصطناعي اللي صنعه ميكيو، لكنه اتخلى عنه واستخدم الترس اللي صنعته يوكيو. بيسأله انت ليه بطلت تستخدم
الترس بتاعي. قال له ترس بذكاء اصطناعي، هل ممكن اسميك ملاكم لما تستخدمه؟ وبيديله ضربة فبياخد وضعية الدفاع. فيوري بيسأله هو مين اللي دافع، انت ولا الترس؟ لو الترس هو اللي دافع فده معناه انك ملاكم مزيف. الملاكم الحقيقي هو اللي بيتحكم في الترس بتاعه مش العكس. جو بيديله ضربة فيوكيو بيتفاداها ويديله واحدة مباشرة، ضربات سريعة وجو عاجز، ما تعرفش هو جاي المباراة يعمل ايه اصلا. فجو بيفكر في حل جديد وينزل ايديه الاتنين، مفيش اي وضعية للهجوم او الدفاع. والغريب ان ميكيو مش قادر يهاجم، هجماته بيتفاداها بكل سهولة، وكل الجمهور مستغرب هو ايه اللي بيحصل. والجولة الرابعة بتخلص. جو عمل حركة ثعبانية، الترس الخاص بموكيو بيدافع ويهاجم بناء على تحليل تحركات الخصم. طب خلاص مش متحرك، والترس حسب ان ده تحرك وخاف انه يهاجم، وفضل مستني لاي حركة مفاجأة من جو. وبتبدأ الجولة الخامسة ونفس الموضوع، جو واخد وضعية الرجل المشلول، وترس ميكيو خايف يهاجم. جو مستني اللحظة اللي الترس يكتشف فيها الخدعة ويهاجم، وساعتها هيجي دور الضربة القاضية. وفعلا ميكيو بينطلق بضربة، فجو بيتفاداها ويديله ضربة سفلية من تحت الدقن، ضربة قاضية نيمت موكيو على الأرض. المعجزة اتحققت، جو اللي بدأ من المرتبة 257 قدر يفوز على ميكيو وترشح كواحد من الأربع مشاركين في بطولة شيراتو. كسب المعركة بضربة واحدة، واتفاضل له خطوة واحدة عشان يحقق حلمه ويلاعب يوري. الكل بيحتفل بانتصار جو، ناس أول مرة نشوفهم تقريبا جايين يشربوا ببلاش، بس بيقطع عليهم اللحظات السعيدة وصول فوجي. بيقول لنانابو انت لسه ما قلتش لجو الحقيقة، احنا خلاص وصلنا ولازم يعرف ايه اللي هيحصل. جو بيخرج ويقول له انت ايه اللي جابك للدرجة دي مستعجل على فلوسك؟ فوجي بيقول له نانابو هيحكي لك كل حاجة. نانابو بيقول لجو في الحقيقة انا كنت بكذب عليك، مفيش معارك جاية لان خلاص دي نهاية طريقنا. قبل 3 شهور وقبل ما يعملوا الهوية المزيفة، فوجي قال له انا عندي خطة افضل، انت وكلب الخردة عاوزين تشتركوا في بطولة شيراتو وتكسبوها؟ لا، انتوا هتشتركوا ووقتها هيجي دوري، ووصولهم للبطولة هيرفع من اسمه شهرة جو، وساعتها يجي دور الرهان. الملاكم اللي وصل للمرتبة دي اكيد كل الناس هتراهن على فوزه، وساعتها يجي دور فوجي. جو لازم يخسر المعركة عشان فوجي يلم كل فلوس المراهنات، وجو ونانابو يسددوا كل الديون اللي عليهم. الكلام نزل على جو زي الصعقة، بيدي ضربة لنانابو ويقول له مش عاوز اشوف وشك تاني، انت خدعتني وعمرك ما امنت اني ملاكم حقيقي. ده حتى ساتشو اتصدم من الكلام وساب نانابو هو كمان. المؤتمر الصحفي لبطولة شيراتو بيبدأ، الكل حضر ما عدا جو واللي اختفى بعد اللي حصل، ما بيردش على المكالمات ومفيش حد يعرف مكانه. المباراة الاولى هتكون بين يوري وبيبي، والمباراة التانية بين جلين وجو. جو في الوقت ده كان بيتفرج على المؤتمر عند الراجل اللي بيصلح التروس، تقريبا هو الوحيد اللي اتفاضله في الحياة. ونانابو بيروح لساتشو ويقول له يلا ندور على جو، ما تنساش ان فوجي هيعملك شوربة لو جو رفض يلعب، ولو بتحسب اني بستغل جو فانت برضه بتستغله عشان تنتقم لوالدك. قال له ايه انت ازاي عرفت؟ فاكرين كويتشي الموظف اللي كان شغال في شيراتو لما قابل ساتشو حس انه شافه قبل كده، وقال لنانابو ان ساتشو ابن واحد من المهندسين اللي اشتغلوا في شركة شيراتو. الراجل ده طور في تقنيات الترس، لكن واحد من مديرين شيراتو سرق منه ابحاثه وسجلها باسمه، فابو ساتشو جات له صدمة ومات منها، وبعدها بسنة او 2 مراته هي كمان ماتت، وما تبقاش الا ساتشو. عشان كده عاوز ينتقم من شيراتو باي تمن، وجات له الفرصة بمساعدة جو، واللي لو فاز في البطولة هيبقى فاز على الممثل الرسمي لشركة شيراتو. نانابو بياخده ليوكيو ويحكي لها القصة، قصة ابو الطفل واللي حصل له في الشركة، وانه كمان في خطر من فوجي، وبيطلب منها تخليه معاها لحد نهاية البطولة، ولان يوكيو شكلها طيب بتوافق. مساعدة يوكيو بتخش عليها وتقول لها احنا دورنا في تاريخ ابو ساتشو واتأكدنا ان القصة صحيحة، في واحد من الادارة سرق تصميم
تصميماته ومجهوده ونسبه لنفسه. وبنوصل للمباراة الأولى، المباراة ذات الحضور الأكبر على مدار تاريخ بطولة ميجالو، مباراة يوري ضد بيبي الملقب باسم العنكبوت، تاني أقوى ملاكم في العالم، ضد يوري الملقب باسم ملك الملوك، أقوى ملاكم في تاريخ ملاكمة ميجالو والممثل الحصري لشركة شيراتو. المباراة دي كان حاضرها أفراد من الجيش. البطولة بالكامل هدفها هو عرض الترس اللي بيستخدمه يوري على قيادات الجيش عشان يوكيو تعمل معاهم صفقة وتكون المصنعة الرسمية لتروس أفراد الجيش. المباراة بتبدأ بيبي الملقب بالعنكبوت، خد اللقب ده بسبب طول ايديه وتحركات رجله الغير مفهومة، عنده ليونة ومرونة غريبة في الحركة. والجولة الأولى عدت من غير أي إصابة لكلا الطرفين، والجولة التانية بتبدأ. الدفاع هو سيد الموقف، الاتنين عارفين إن ضربة واحدة كفاية عشان تنهي المعركة، وده فعلا اللي حصل. يوري بيتفادى ضربة ويموه بضربة سفلية، لكنه بيديله واحدة جانبية ساحقة بتنيمه على الأرض، ومن بعدها ما قدرش يتحرك. الحكم بيعد ال10 وبيعلن فوز يوري بالضربة القاضية. جو اللي كان بيتفرج على المباراة بيخرج ويلاقي كلب بيقرب منه، الكلب ده بتاع يوري. جو بيقول له اتفرجت على المباراة، اللكمة بتاعتك كانت جبارة. يوري بيقول له انت ليه ما بتستخدمش الترس؟ جو بيقول له عشان ابني اسم ليا، ما كانش فيه طريقة اكسب شهرة سريعة الا بالطريقة دي، بس دلوقتي خلاص اتعودت. الملاكمة بدون ترس بتبين مين الملاكم الحقيقي، ولما اوصل للنهائي هنشوف مين فينا الاقوى. في الوقت ده نانابو كان قاعد مع فوجي بيقول له انا قدرت اقنع جو انه يشترك في المباراة. فوجي بيقول له انت فعلا تستحق لقب العقرب. سمعت قبل كده عن قصة العقرب والضفدع. مرة كان في عقرب عاوز يعدي النهر، فنادى الضفدع وقال له عديني. الضفدع قال له لا اخاف تقرصني. قال له عيب، انا مش باذي اللي يساعدني. الضفدع اقتنع وشال العقرب على ظهره، بس في نص الطريق العقرب قرصه. الضفدع قال له بس انت وعدتني. العقرب قال له مش ذنبي، انا عقرب وهي دي طبيعتي. قصة حلوة كان لازم احكيها، ومعناها ان نانابو بيستغل جو عشان يسدد ديونه. جو بيرجع لصانع التروس اللي بيقول له نانابو كان عندي وساب لك السماعة دي، اعتقد انك هترجع للمراهنات تاني، فقول لي اراهن على مين النهارده. تجهيزات المباراة مستمرة والرهانات نازلة زي المطر، وبنوصل ليوم المباراة. جيلين الملقب بالاسد الدموي صاحب الضربات المميتة ضد الرجل الاعزل جو صاحب اللا ترس، الراجل اللي شق طريقه للقمة في اسرع وقت. ونانابو بيروح يقعد مع فوجي، هتفضل معايا لنهاية المباراة. جميع العملاء بيراهنوا على فوز جو، عشان كده نانابو لازم يبلغوا انه لازم يخسر المباراة، يخسر في الدقيقة الاولى من الجولة الثالثة، ولازم يمثل كويس ويقنع الجمهور انه خسر فعلا. المتنافسين بيدخلوا، بس المفاجأة جو صاحب اللا ترس بيدخل بترس. الجمهور كله كان مصدوم، الشهرة اللي عملها بكونه ملاكم بلا ترس، كل ده كان عشان البطولة. ممكن خاف من جيلين فقرر يستعين بالترس. لو كمان هيبدأ المباراة من غير مدرب ولا اي حد يساعده، كل اللي معاه هي السماعة اللي بياخد منها الاوامر من نانابو. ساتشو بيوصل الحلبة ويلاقي جو لابس ترس، اكيد هيخسر عشان ينفذ الرهان، ما كانش عاوز يشوفه هو بيخسر فبيمشي بسرعة من المكان. المباراة بتبدأ. جيلين ملاكم قوي لكنه مش مميز، قوته الوحيدة في لكماته، لكن تحركاته عادية وسرعته ضعيفة. جو كان بيمثل مع انه كان قادر يديله ضربات تحسم المعركة. والجولة التانية بتبدأ. جو بيوجه له ضربة في التانية، لابس ترس ملهوش اي لازمة لان ترس جلين خارق القوة. والجولة التانية بتخلص، هنوصل للجولة التالتة وفوجي بيبلغ نانابو جو لازم يخسر بعد مرور دقيقة من الجولة، وخصوصا ان مع بداية المباراة الرهان على فوز جو زاد بشكل كبير. 75% من المراهنين بيصوتوا على فوز جو. ساتشو بيسمع المباراة من شاشات العرض فبيفتكر اللحظات اللي عاشها مع جو، وبسرعة بيرجع الحلبة. نانابو بيبلغ جو انه لازم يخسر بعد دقيقة، نعتبر ان المباراة دي هي الاخيرة ومن بعدها هتكون ملاكم حقيقي. فوجي بيقول له انت غلطان، اللي يلعب في المراهنات مستحيل يخرج منها. جو بعد ما يخلص المباراة هيرجع من تاني لتحت الارض ويلعب في حلبتي اللي باقي من عمره. جو بيراقب الوقت لكنه بيسمع صوت ساتشو بيقول له ما تستسلمش، انت لازم
تفوز. الدقيقة بتعدي وجو لسه ما خسرش. فوجي بيبعت رجالته للقبض على ساتشو، بس يوري بيوصل بيقول لجو انت هتخسر دلوقتي، فين الكلام اللي كنت بتقوله؟ مش قلت انك هتلاعبني في النهائي؟ في نفس اللحظة بيسمع نانابو بيقول له كمل، محدش هيلمسك ولا يلمس ساتشو طول ما انا موجود. بيقف قدام الباب ويمنع الحراس من الخروج، وجو بيقوم عشان يكمل في المباراة. بيكمل بالرغم ان الترس بتاعه اتكسر من قوة الضربات، وبيدي جلين ضربة في البطن ومعاها ضربة جانبية، واخيرا ضربة مباشرة بتسقطه على الارض. ضربة قاضية في الدقيقة الثالثة من الجولة الثالثة بتعلن جو كفائز في المباراة ومتأهل للمباراة النهائية ضد يوري. جو فرحان مع الجمهور وناسي نانابو اللي بيتضرب عشان يحميه. فوجي بيقول له انت زعلتني منك، انت اكتر واحد عارف ان حياتك هي التمن. نانابو بيمسك السكينة. في نفس الوقت جو وساتشو بيجروا عشان يوصلوا له، بس بطاقة الهوية بتقع من جيب ساتشو. بيوصلوا عند نانابو ويتفاجئوا من اللي حصل. عشان يشيل الديون اللي عليه ويحمي جو وساتشو قرر يخلع عينيه ويسلمها لفوجي. الراجل اساسا ما كانش عنده الا عين واحدة وضحى بيها عشان يحمي جو ويخليه يستمر في الملاكمة. يوكيو بتوقع العقد مع الجيش ورسميا حققت الغرض من البطولة. يوري بيوصل عشان يهنيها ويقول لها المباراة النهائية هلعبها ضد جو، لكني مش هستخدم الترس. انت بتقول ايه؟ انت عارف ايه اللي ممكن يحصل لك؟ قال لها عارف، بس لازم العبه من غير ترس. عاوز العب مباراة ملاكمة حقيقية، مباراة بدون استخدام التكنولوجيا عشان تحدد مين فينا الملاكم الاقوى. في الوقت ده جو كان بيتدرب ونانابو بيجيب اراجاكي معاه عشان يساعد جو في التدريب. في نفس الوقت اللي يوري بيروح لماكيو بيقول له انا محتاج مساعدتك. ماكيو اللي قضى حياته كلها في صناعة التروس هو الشخص المثالي اللي يقدر يخلع ترس يوري، الترس المرتبط بيه بشكل كامل، بس بيحذره قبلها اي غلطة في العملية هتأثر في اعصابك، وحتى لو نجحت بالكامل فاكيد هيكون في اثار جانبية. يوري بيقول له موافق، الاهم بالنسبة لي اني الاعب جو، وفعلا بيبدأ العملية. موكيو بيكلم اخته عشان تيجي تحضر العملية، اكيد هتكوني عاوزة تقفي جنب يوري في الظروف دي. في نفس الوقت البطاقة اللي وقعت من ساتشو جت في ايد يوكيو، عرفت منها كل المعلومات عن جو، تاريخه الاسود بالكامل بقى بين ايديها، المراهنات وحلبات تحت الارض والبطاقة المزيفة، كل المعلومات اللي تقدر تستخدمها عشان تخرجه بره البطولة وتلغي المعركة النهائية، لكنها اختارت تسكت. المعركة دي يوري ضحى بكل حاجة عشان يلعبها، فما تقدرش تقف قدامه. جو مستمر في التدريب وهو بيفتكر اول مرة قابل فيها نانابو، كان بيلعب في الحارات الشعبية ونانابو شاف فيه بذرة ملاكم كويس فعرض عليه يلعب بمقابل مادي افضل، ودي كانت بداية تعارفهم ولعبوا في معارك مراهنات تحت الارض. نانابو اللي دلوقتي فقد البصر بالكامل لكن بسبب خبرته الطويلة لسه قادر يميز تحركات الملاكمين عن طريق الصوت. في نفس الوقت يوري كان بيصرخ من الألم، إزالة الترس أثرت في أعصابه، هيفضل كده المدة وتحمله وقوة إرادته هي اللي هتحدد إن كان هيدخل المعركة الأخيرة ولا لأ. يوم في التاني وهو بيصرخ من الألم وأخيرا الألم بيقل ويبدأ في التدريب. يوكيو بتروح لجو وتقول له أنا عرفت كل حاجة عنك، بس ما تخافش سرك هيفضل معايا، وعلى فكرة يوري شال الترس بتاعه، كل ده عشان يلاعب جو صاحب اللا ترس. جو سمع الكلام والحماس عنده زاد وفضل يتدرب لحد اليوم الموعود، يوم المباراة النهائية لبطولة شيراتو. الجمهور بيوصل ويقفل المكان لكنهم بيتصدموا، المعركة النهائية لملاكمة ميجالو، الملاكمة المعتمدة على تقنية التروس، الخصمين اللي فيها هيلعبوا من غير تروس، حدث فريد وغريب من نوعه، وخصوصا ان يوري لسه عنده اصابات مكان الترس اللي اتخلع. المباراة النهائية ملهاش حدود في الاشواط، نهايتها هي سقوط واحد من الخصمين. ووصلنا للجولة الرابعة، جو مسيطر بعدد لكمات اكتر، بس لكمات يوري اكثر دقة وتأثير، حتى بدون الترس يوري ما زال الاقوى. ماكيو كان بيتفرج وهو مبهور من تحركات يوري. يوري هيفضل يضغط على نفسه لانه لو قعد مش هيقدر يقف على رجليه تاني. دخول المباراة بعد 3 ايام من العملية يعتبر معجزة في حد ذاتها، ويوري بيسدد الضربات الواحدة ورا التانية في نفس الوقت اللي بيصد كل ضربات جو. وجرت
جرس الجولة الخامسة بيرن، بيكملوا ونفس الوضع مستمر. ده حتى لما جو حاول يستخدم حركة جديدة، يوري اداله واحدة جانبية. من قوة المعركة الاتنين حلمهم ان المباراة تستمر للأبد، وبتعدي الجولة الثامنة ومن بعدها التاسعة والعشرة تم تسجيلها كأطول مباراة في تاريخ ملاكمة ميجالو. وجو زي الجبل عمال يتضرب ولسه واقف، وبيدخل الجولة ال 12 ولسه بيتضرب، محدش عارف ازاي لسه مستحمل. وبندخل للجولة ال 13، الجولة اللي يوري بدأ يتعب فيها. المباراة بقت رايح جاي، ضربة من هنا بتترد بضربة من هنا. لو قلنا ان جو عنده ميزة فهتكون التحمل. مسيرته كجو صاحب اللا ترس خلته صلب، بيستحمل ضربات تروس الملاكمين، والاتنين بيدوا لبعض ضربة مباشرة. الضربة دي اسقطت واحد فيهم. ضربة مباشرة في الدقيقة الثالثة من الجولة ال 13 اعلنت جو صاحب اللا ترس فائز بالبطولة. 7 مباريات لعبهم وقدر ينتصر فيهم، سجل ناصع البياض بدون ولا خسارة. ونانابو بيعمل حفلة ويعزم فيها الكل. في الوقت اللي يوري بيروح المستشفى مش هيقدر يمشي لمدة من الزمن. كل دي آثار جانبية لخلع الترس. وبعد سنة كاملة يوكيو شيراتو بتعلن عن بطولة جديدة لملاكمة ميجالو، وما نعرفش هل جو هيشترك فيها ولا لأ. 7 سنين عدوا من وقت فوز جو ببطولة ميجالو الأولى. 7 سنين كانوا كفاية عشان يغيروا حياة جو 180 درجة. في حلبات تحت الأرض جو بيلبس الترس الخاص بيه، والسمسار بيقول له نوماد يلا المعركة هتبدأ. وبيطلع على الحلبة بيدوس على وش خصمه حرفيا، مفيش منافسة بين الاتنين. ومن قوة الضربات الخصم بيسقط على الأرض وهو بينزف. نوماد هو بطل الحلبة، ومن كتر ما بيفوز الرهانات بقت تتحط عليه، للدرجة ان السماسرة بطلوا يطلبوه لانه بيسبب لهم خساير. لو مش فاهمين فالحلبات غرضها الرهانات، وبما ان الفايز معروف فالناس هتراهن عليه، والسمسار مش هيقدر يحقق مكسب. جو بيرجع بيته ويسمع اخبار عن الاعصار اللي حصل من سنة ودمر اجزاء كبيرة من المدينة. نانابو بيظهر قدامه ويقول له خلاص انت اختفيت، غيرت اسمك لنوماد عشان تختفي عن عيون الناس. جو صاحب اللا ترس اصبح اسطورة من الماضي. جو بيحدفه بالازازة ونانابو بيختفي. بيخرج بالليل لمحل بعيد، بيديله فلوس والراجل بيديله حبوب من غير ما تفكر مخدرات. جو اصبح مدمن على الحبوب المسكنة. بيروح بار ويطلب كاس وبيقعد يسمع الموسيقى، بيخرج حبوب ويبصلها. الراجل اللي قدامه بيقول له ما اعتقدش انك عاوز تنتحر، بلاش تاخد الحبوب مع الكاس لانهم هيقتلوك. جو بيسيبه ويدخل الحمام حاسس بألم وصداع مستمر، ومفيش حاجة بتهديه الا الحبوب وكمان المعارك اللي بيخوضها تحت الارض عشان يخرج غضبه. بيسمع السماسرة وهم بيتكلموا عن ملاكم قوي، بيتقال انه كان مصنف في ملاكمة ميجالو ومش لاقيين حد ينافسه. بيقول لهم انا هلاعبه، والسمسار بيقول له متأكد؟ قال له حدد ميعاد المعركة وبلغني. وفعلا في اليوم اللي بعده المعركة بتبدأ، معركة بين نوماد المعروف بتحطيم خصومه ومنافسه ملاكم حقيقي واسمه شيف، نفس الراجل اللي كان في البار وادى جو نصيحة. بتبدأ المباراة بين الاتنين، جو بينقض بضربات سريعة وشيف بيصدها، بيرد عليه وجو بيتفادى. حركاته مقبولة وخصوصا انه بيصد الضربات مش بيتفاداها، وجو بيديله ضربة جانبية فبيرد له واحدة بترجعه لورا. مباراة خد وهات والجمهور متحمس، واللي اغلبهم كان بيراهن على شيف. جرس الجولة الاولى بيرن، جو بيرتاح وهو شايف نانابو جنبه، بيقول له خصم قوي هل هتقدر تفوز؟ جرس الجولة التانية بيرن، جو بيخش والمرة دي بيصد الضربات، مستني اللحظة المناسبة عشان يوجه له ضربة، لكن شيف بيتفادى ويقول له بصوت واطي مش ده مستوى جو اللي اعرفه، وبضربة بيسقط جو. الحكم بيبدأ يعد، والغريب ان السمسار بيراهن على فوز جو. جو بيقوم في الثانية التاسعة والاتنين بيتبادلوا الضربات لحد ما جو يجمع القوة في قبضته ويديله ضربة سطحية وضعيفة لكنها بتسقط شيف على الارض. الحكم بيبدأ يعد 1 2
3. جو بيبص على السمسار ويقول يا ابن الكلب، والحكم بينهي العد ويعلن فوز جو بالمباراة. ما كانش عارف ان ده اللي هيحصل. معركة مراهنة محسومة لجو، السمسار استغله عشان يكسب فلوس. جو بيروح لشيف ويقول له مش مكسوف من نفسك، انت بتسمي نفسك ملاكم. شيف بيقول له اهم حاجة بالنسبة لي الاقي اكل وشرب. جو بيحاول يضربه بس شيف بيديله ضربة في البطن بتنيمه على الارض. بيقول له وضعك الحالي سببه الحبوب اللي انت بتاخدها، لولاها كنت هتفوز عليا في المباراة. وبياخد العربة ويمشي. جو بيروح يقدم في حلبة جديدة تحت الارض، بينتقل من مكان للتاني. السماسرة بيمشوه لانه بيكسب كل المباريات. وبيسمع صوت الدراجة، بيخرج ويلاقي عيل صغير بيشغل دراجته وبيجري بيها ويهرب من المكان. شحات قاعد بيقول له ده العادي في المنطقة اللي احنا فيها، على بعد 10 كيلو في مدينة ملاهي مهجورة عايش فيها المهاجرين، اغلبهم بيشتغل في السرقة والنصب، والولد ده من سكان المنطقة، مصدر معلومات وجو بيديله فلوس. الواد خد الدراجة وباع اللي فيها وعزم صحابه على اكل وشرب، فلوس حرام وبنصرفها. جو بيجي ويمسكه من قفاه، واصحابه شافوا اللي حصل وسابوه وطلعوا يجروا. الولد بياخدوا المكان الدراجة، وجو بيقول للست انا جاي اخد الدراجة اللي سرقها الواد ده. الست دي طلعت امه وبتدي الواد ضربة وبتوري جو الدراجة او اللي باقي من الدراجة. احنا ممكن نصلحها بس هتاخد وقت. بيسأل الواد فين الترس، قال له بعته وشربت بيبسي بفلوسه. جو بيتصدم ويخش في حالة هياج، الرؤية عنده بتتشوش وبيحاول يخرج الحبوب لكن ملحقش وبيقع فاقد الوعي. جو بيفوق ويلاقي الست بتديله مشروب سخن بيشربه ويرجع للنوم. بيقوم تاني في الصباح وبيشرب تاني المشروب وبيخرج، وتقريبا في حفلة او عيد. الست بتقول له ايه اخبار جسمك دلوقتي؟ قال لها بقيت كويس. بتقول له الشاي اللي شربته هيساعدك شوية، انا اسمي مارا وابني اسمه بينجو. ما لحقش يتعرف عليهم لانهم بيسمعوا صوت من بعيد. شركة وصلت وبتعلن ان الارض دي هتتعرض في مزاد علني ولازم يسيبوها. جو لسه هيتحرك فبيلاقي شيف وراه. شيف هو الشخص اللي ادى مارا المشروب عشان تديه لجو. بيكلم اعضاء الشركة وقائدهم بيقول المزاد بعد اسبوعين، معاكم اسبوعين عشان تسيبوا المكان. وبياخد رجالته ويمشي. كان في واحد شكله رجل اعمال بيراقب اللي بيحصل. شيف بيقول للكل ما تخافوش انا هشتري الارض في المزاد. قالوا له منين ده انت جربان، ده احنا اللي بنصرف عليك. شيف بيقول لجو تعال احتفل معانا. وفعلا مرة كل سنة بيعملوا احتفال اهو يفرحوا شوية. بيتكلم مع جو وبينجو كان بيتصنط. بيقول له انا مش ملاكم حقيقي، دي اشاعة اخترعتها عشان ازود شهرتي. المباريات دي هي مصدر دخلي الوحيد. جو بيقول له امتى عرفت اني جو؟ بيقول له من اول ما شفتك، ابني كان واحد من اشد المعجبين بيك. جو صاحب اللا ترس كان نجم وادانا كلنا الامل، شخص بدأ من اللا شيء واصبح بطل. حسبنا ان المستقبل ممكن يضحك لنا بس اتصدمنا بالواقع، الفقير هيفضل فقير. احنا مهاجرين والسكان بيعاملونا زي الكلاب، بيرفضوا يتعاملوا معانا وبيقولوا اننا بنسرق وظايفهم. واديك شايف عاوزين يطردونا من الارض اللي احنا عليها. بس في بطولة هتقام قريب انا هشترك فيها وهفوز، وبالفلوس اللي هكسبها هشتري الارض في المزاد. جو بيقول له يا بختك عندك هدف، انا ما عنديش اي هدف ومش عارف طريقي فين. بينجو بيروح لاصحابه اللي سابوه هربوا، واصحابه بيوصلوه لراجل وبيقول له انا عندي معلومة. جو صاحب اللا ترس مع المهاجرين دلوقتي. وفي الصباح وبعد الدراجة ما اتصلحت، جو بيودع مارا وبياخد الدراجة وينطلق. بينجو بينزل بسرعة ويجري وراه بس طبعا مش هيحصله. وبعدها بربع ساعة رجل الاعمال بيوصل، بنعرف ان اسمه هيكاوا، جاي يسأل عن الضيف الموجود عند المهاجرين واسمه جو صاحب اللا ترس. شيف بيقول له للاسف انت جيت متأخر، الضيف مشى من نص ساعة. هيكاوا قال يا خسارة كنت ممكن اخليه يشترك في البطولة. شيف قال له ما تخافش انا هشترك بنفسي وهفوز في البطولة. وجو بيرجع لواحدة من الحلبات وبيفكر في مستقبله المظلم، مستقبل مليء بالمخدرات. لو استمريت على كده فالنهاية هتكون الموت، هموت زي نانابو ما مات، نانابو اللي لسه بشوفه قدامي في كل مكان بروحه. وجو بيرمي الحبوب في الحوض وبيرجع لشيف ويقول له خلاص انا قررت، انا هساعدك في تحقيق حلمك. وبيبدأوا من اليوم اللي بعده. جو اتحول من ملاكم لمدرب. بيقول لشيف اهم حاجة تركز في الدفاع، خلي خصمك يخرج كل اللي عنده واستنى اللحظة المناسبة عشان تديله القضية. بس في وسط التدريب بيحس بصداع وبيمسك راسه، ومن تاني بيفقد الوعي. بيفتكر اللحظات الأخيرة
لنانابو، وان ساتشو وباقي الاطفال لموه على غيابه وعشان كده سابهم واختفى لمدة 5 سنين. شيف بيحطه على السرير. جو دلوقتي في اعراض الانسحاب من الادمان، هيستمر فيها لمدة مش قليلة لحد ما تأثير الادوية اللي كان بياخدها تخرج من جسمه. بيفوق ويلاقي شيف جنبه بيقول له انا اسف جدا، كان المفروض اجي اساعدك في التدريب بس طلع ان انا اللي محتاج مساعدة. جو بيعرف ان ابن شيف مات. هما الاتنين كانوا مهاجرين وابنه مات في رحلة الهجرة، وحب الملاكمة لان ابنه كان بيحبها وهو اللي صنع الترس اللي بيستخدمه شيف. وبنوصل ليوم البطولة. هيكاوا كان حاضر البطولة لانه بيرعى واحد من المنافسين وعاوز الجائزة المالية عشان يشتري قطعة الارض. شيف بيدخل اول مباراة وخصمه اسمه موريا. الجمهور كله كان بيشجع موريا وبيشتم شيف، وده لانه واحد من المهاجرين وكل الناس بيكرهوهم. بتبدأ المباراة وشيف بينفذ التعليمات: دفاع دفاع وتحمل الضربات المتتالية. وفي اللحظة المناسبة بيتفادى وبيدي ضربة مباشرة في الوجه بتسقط موريا على الارض. بيرجع البيت ويلاقي كتابات على الحيطة. المواطنين بيشتموا المهاجرين فشيف بيمسحها بنفسه، واللي ما كانوش يعرفوه ان بينجو هو اللي كتبهم. صحابه بياخدوا تعليمات من هيكاوا عشان يأذي المهاجرين، وهو عشان يفضل معاهم بيعمل اللي هم بيعملوه. وجو بيقضي فترة التعافي بيقضيها وهو بيتكلم مع نانابو او الشبح بتاعه. الشبح ده هو اللي بيمثل الرغبة اللي جواه للاستمرار في الادمان اللي بيخليه ينسى الماضي. بس جو بيقدر يقاوم وبيرمي المخدرات وكمان بيحلق دقنه عشان يبدأ حياة جديدة. شيف بيبدأ في المباراة التانية ونفس التكنيك، بس الخصم المرة دي كان اقوى من اللي فات، ما قدرش يديله ضربة قاضية بسهولة. فجو قال له فاكر الحركة اللي عملتها ضدي؟ كررها تاني. وفعلا بيخش الجولة التانية وياخد ضربة ضعيفة عن قصد، بيقع على الارض والحكم بيعد ومع العدة التاسعة بيقوم. الخصم بيندفع بأقوى ضربة فشيف بيتفادى وبيجي من جنبه بضربة في بطنه بتسقطه. ضربة واحدة قدر يوجهها وكانت كفاية عشان يفوز. وفي الليل الأطفال بيتجمعوا تاني مع بينجو ومعاهم مولوتوف. بيقولوا لبينجو احنا جايين نتسلى شوية، وبيرموا واحدة منهم على بيت للمهاجرين والنار بتاكله. النار دمرت البيت بس كويس ان ما كانش فيه حد جوه، وبينجو عرف ان ملهوش عيش في المكان ده. قريب المهاجرين هيعرفوا انه شارك في كل اللي حصل فيهرب دلوقتي بدل ما يقتلوه. جو وشيف حاولوا يوقفوه وبينجو بيقول لشيف انا مش عاوز ابقى زيك، انت قاعد هنا وبتحلم انك تكون ملاكم، حلم مستحيل تحققه، عشان كده لازم ادور على مستقبلي في مكان تاني. وبينجو بيهرب من المكان. في الوقت ده هيكاوا بيجهز المقاتل بتاعه واسمه مومو. المباراة النهائية هيخوضها ضد شيف والفايز هياخد الجايزة المالية، وفعلا بيحضرها آلاف المتفرجين واللي برضه بيشجعوا مومو. بتبدأ المباراة بنفس التكنيك بس مومو مش افضل ملاكم لانه بيديله ضربات غير قانونية، ولما شيف حاول يبعده عمل مخالفة. شيف اقوى فمومو بيحاول يستفزه عشان يغلط وفعلا نجح وبيديله ضربة سفلية بتسقطه. شيف بيقوم والجولة الاولى بتنتهي. في الوقت ده بينجو كان راكب مع سواق عربية وبيفكر في المباراة اللي بتحصل دلوقتي. قضى اغلب طفولته مع شيف وعاوز يشوفها. الجولة التانية بتبدأ والوضع اختلف. شيف سيطر عليها بالطول والعرض فمومو لجأ لضربة خلفية والحكم بيعلن خطأ على مومو. بس ايه فايدة الخطأ بعد ما اتصاب؟ مش عارف. شيف بيقوم ويديله ضربة في البطن ولسه سيطرته مستمرة وجرس الجولة التانية بيرن. شيف بيقول لجو انت شايفني ملاكم كويس؟ قال له شايفك ممتاز وهتفوز في البطولة. وبيخش الجولة التالتة. مومو بيرتكب نفس الاخطاء ودي اللحظة اللي بيوصل فيها بينجو. شيف بيبعد عنه مومو وبأقصى قوته بيديله ضربة مباشرة بتسقط مومو على الارض والحكم بيعد لحد 10 وبيعلن شيف فائز بالمباراة وبالبطولة. هيكاوا خسر الرهان بتاعه وشيف فاز بالجائزة المالية وهيقدر يشتري الارض للمهاجرين. والاهم ان بينجو شاف فوز شيف قدام عينيه وبيرجع والكل بيحتفل بيه. ده البطل اللي انقذهم ووفر ليهم مكان للسكن. وفي اخر الليل الكل بينام. جو اول واحد بيصحى عشان يجهز شنطته ويسيب المكان. خلاص قدر يساعد شيف عشان يحقق حلمه، لكنه بيسمع صوت بينجو. بيروح بسرعة ويلاقي الصدمة، شيف ميت في العربية. تحسه قرر يموت بعد ما حقق حلمه وبيدفنوا جسمه والكل بيحزن عليه وبيقرروا يسلموا الترس بتاعه لجو. اكيد شيف هيفرح انك تستخدمها في المستقبل. وجو بياخدها وينطلق في رحلته عشان يصلح اخطاء الماضي. من 7 سنين
سنين وبعد فوز جو ببطولة ميجالو قرر يدرب الملاكمين الجداد، وده طبعا بالاستعانة بنانابو وأراجاكي والأطفال بقيادة ساتشو. الموضوع كبر معاه لحد ما أسس فرقة وسماها فرقة المجهول، وضع مستقر وسعيد، بس المكان ده حاليا أصبح خراب. بيروح للراجل اللي كان بيصلح عنده ترس الملاكمة، الراجل قال له ياه انت لسه فاكر تظهر؟ ده انا نسيت انك عايش. جو بيقول له انا عاوز اعرف ايه اللي حصل للمكان. الراجل قال له مفيش حكاية، فاكر الاعصار اللي ضرب المدينة من سنة؟ وصل لينا ودمر المكان، بس الحمد لله كل الناس هربت قبل وصوله وبتظهر واحدة بتساعده. جو بيقول له انا اول مرة اشوف حد بيساعدك. قال له انت مش عارف مين دي؟ اه صح، ما انت سبت الاطفال من 5 سنين. جو بيفتكر دي اسمها اوتشو، واحدة من الاطفال اللي كان بيرعاهم. بيحاول يتكلم مع البنت بس مش راضية تتكلم معاه، وبتقول له انت جزء من الماضي بتاعنا. هو عامل ايه عشان يكرهوه للدرجة دي؟ جو بيخش للمكان او لبقايا المكان، بينظف فيه ويشيل الحطام وهو بيكمل ذكرياته. الاحداث السعيدة ما استمرتش كتير لان نانابو اصيب سرطان وصل للغدد الليمفاوية، وازالته بعملية صعب جدا ونسبة نجاحها قليلة. بقيله 6 شهور في الحياة والافضل يقضيهم مع عيلته، وده لان زي ما قلنا العملية صعبة وكمان غالية. واللي حصل ده خلى جو يبعد عن الملاكمة لمدة سنة. نانابو بيقول لجو انا سمعت ان يوري بقى مدرب بيدرب ملاكم صاعد اسمه ليو، وبعت لك دعوة لمباراة استعراضية، من رأيي توافق على العرض لان ده هيديك فرصة ترجع للملاعب. جو بيفكر في الموضوع ويقول لنانابو انا موافق، بس بشرط لو فزت في المباراة هتعمل العملية وتعيش معانا لفترة اطول. نانابو بيقول لو دي رغبتك فانا موافق، انا اساسا عايش عشانك. جو نظف المكان وبيخش ينام، وفي الليل واحد بيقرب منه ومعاه عصاية بيهاجم، وجو في لحظة بيتفادى. الولد بيهاجمه فجو بيكشف وشه. ايه ده انت ساتشو؟ بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ وجودك غير مرغوب فيه. وبينزل ضرب في جو اللي مش راضي يرد عليه، وبعدها بيسيبه ويمشي. جو بيفوق ويلاقي قدامه اراجاكي، بيقول له انا كنت عاوز اضربك بس جيت ولقيت في حد سبقني. اراجاكي بيحكي له اللي حصل من ساعة جو ما مشى، بيحكي له عن الاعصار اللي ضرب المدينة ودمر المكان، بس ساتشو خد الاطفال قبلها وهرب، ودى الصغيرين منهم لدار ايتام تابعة لشيراتو، والكبار منهم وعددهم 4 اتفرقوا. اوتشو اللي انت شفتها شغالة في محل تروس الملاكمة، سانتا شغال دلوقتي مراسل صحفي ومتخصص في اخبار الملاكمة. بونجي التخين اللي قدامنا فتح مطعم، شيء منطقي جدا. واخيرا ساتشو جه في يوم لاراجاكي وطلب منه يتعلم الملاكمة. من اول يوم عرفت انه مش مناسب للملاكمة لكني علمته الاساسيات، ودلوقتي بيشق طريقه في ملاعب تحت الارض وتحت ادارة فوجي تاني. ساتشو فعلا كان في واحدة من المباريات عاوز يلعب مباريات محترمة من غير ما يحدد النتيجة، مش عاوز يخش في جو المراهنات، لكنه تقريبا بيخسر كل المباريات. تقريبا ده افشل واحد من الاطفال. جو كان واقف عند النهر وبيشوف واحد راكب دراجة. انا بشبه عليك يالا مش انت بونجي؟ الواد ما رضاش يتكلم معاه، وبيقع منه ورقة اعلان للمطعم بتاعه وفيها العنوان. بونجي كان بيوصل طلب اكل واصحابه مستنينه في المحل، ومعاهم سانتا اللي عرف بخبر رجوع جو للمدينة وعاوز يعمل سبق صحفي ويكتب عنه. بيدخل 2 ويطلبوا ازازة. بونجي مش موجود، فاوتشو بتقدم الطلب مكانه وواحد منهم بيعاكسها. ساتشو بيقوم عشان يوقفهم، فصاحبه بيقول له خلاص انا شفتك في مكان، مش انت ملاكم برضه؟ انا فاكر ان انت الملاكم الضعيف اللي بيخسر كل معاركه. بونجي بيوصل المحل فالراجل بيقول له احنا قاعدين مستنيينك من الصبح وعشان كده هناخد الازازة دي ببلاش. ساتشو سمع اللي بيحصل فبيخش يجيب ازازة وبيكسرها على راس واحد منهم. مش عاوز اشوف وشكم في المكان ده تاني. الراجل بياخد صاحبه ويمشي وهم بيحلفوا ان المحل هيدفع الثمن. ساتشو بيكمل في معاركه تحت الارض واللي بيخسرها كلها مفيش تغيير. جو بيقرر يزور مطعم بونجي عشان يتغدى بدل الاندومي اللي زهق منه. في الوقت ده الاتنين بيرجعوا المحل. جو بيوصل ويلاقي عربية منطلقة بسرعة وفيها ساتشو، وبونجي شكله مضروب مش هو لوحده، ده المحل بتاعه اتكسر. الاتنين رجعوا المحل وضربوا بونجي وكسروا محله وكمان سرقوا منه عقد المحل. ولما ساتشو عرف اللي حصل قرر يروح بنفسه عشان يصلح الغلطة اللي عملها. بيروح للاتنين واللي بيقولوا احنا عاوزين تعويضات على الاصابات. قال لهم خلاص هلاعبكم تحت الارض والجايزة خدوها. بيقولوا في الاول لازم تعتذر،
ساتشو فعلا بيعتذر ليهم، والاتنين بيقولوا خلاص احنا موافقين بس في شرطين، الاول احنا اللي هنفوز في المعركة، والتاني صاحبنا هو اللي هيلاعبك، راجل اضخم من ساتشو ب3 مرات تقريبا. في الوقت ده جو بيروح لفوجي صاحب الحلبة، فوجي بيقول 7 سنين عدوا، ايه اللي خلى الكلاب الضالة ترجع تاني؟ جو بيقول له جاي احمي الناس اللي اعرفهم. ساتشو كان بيترعش من الخوف، بس فوجي بيدخل ويقول هنغير اطراف المعركة، جو هو اللي هيلعب المباراة. ساتشو بيقول مش هيحصل، انا اللي هلعب. فوجي بيقول له اسكت يالا، الحلبة بتاعتي وانا اللي بحط القانون، انت هتقعد بره وتتفرج زي باقي الجمهور. وفعلا المباراة بتبدأ بدخول العملاق، ومن بعده جو صاحب اللاترس. بمجرد ذكر اسمه كل الجمهور اتحمس، والمراهنات زادت بشكل خرافي. المواجهة بتبدأ بضربات سريعة من جو، بيتصدى لضربات الخصم وضرباته هي الحاسمة، بس كان بيراقب الوقت، بيلعب مع الخصم، بس اللي حصل صدم الكل، لانه بياخد ضربة قاضية بتسقطه على الارض وبيتعلن فوز الخصم. حتى ساتشو كان مستغرب اللي حصل، بس كل شيء بيبان لما جو بيدخل عليهم ومعاه عقد المحل، مباراة مرتبة. اتفق مع فوجي انه يخسر، اكيد يعني كل الناس هتراهن على جو، واللي لما يخسر الارباح دي كلها هتروح لفوجي. واتشو بتقول زي اللي حصل زمان، عملت اللي انت عاوزه من غير ما تقول لنا، انت ما اتغيرتش، وساعتها بنعرف اللي حصل في الماضي. جو ركز في التدريب عشان يكسب المعركة ضد ليو تلميذ يوري، واراجاكي كان بيساعده. من كتر تركيزه في التدريب بطل يزور نانابو، واللي صحته كانت بتتدهور يوم ورا التاني. ساتشو قال له لازم تقضي معاه شوية وقت، بس جو رفض وقال له انا هكسب المعركة وهنعمل له العملية عشان يعيش معانا اطول. وفي يوم المباراة وقبل ما يدخل وصل اتصال لساتشو ان نانابو حالته اتدهورت ودخل في غيبوبة. كلهم راحوا عشان يشوفوه ما عدا جو اللي صمم انه يكمل في المباراة. دخل لمنافسة ليو واللي كان لسه ملاكم صاعد، بس جو كان مبطل ملاكمة بقاله سنة كاملة، وبمقارنة التحمل بين الطرفين ليو قدر يستحمل اكتر وفاز في المعركة ضد جو. جو مش بس خسر المعركة، ده خرج وعرف الخبر الصادم ان نانابو مات من غير ما يقضي معاه اخر ايامه، وده اللي اعتبره ساتشو والبقية خيانة، للدرجة ان ساتشو قال له امشي من هنا، مش عاوزين نشوف وشك تاني. ودي كانت اخر مرة يظهر فيها جو قدام الاطفال. في الوقت ده الكل كان بيتكلم عن المباراة المنتظرة بين ليو تلميذ يوري واللي كسب جو قبل كده، وبين ماك تايم. ليو كان بيتدرب تحت اشراف يوري، بعد ما فاز على جو كمل مسيرته وفاز ببطولة ميجالو التانية، ودلوقتي يعتبر اقوى ملاكم ميجالو في العالم. سانتا بيقول للمدرب ايه رأيك في الاشاعات المنتشرة اللي بتقول ان جو رجع، هل ليو هيلعبه في وقت قريب؟ الراجل قال له محدش عارف، بس ليو سمع الاشاعة. بيروح ليوري ويقول له انا عاوز العبه. يوري قال له انت لعبته مرة وفزت، عاوز ايه تاني؟ قال له جو اللي انا لعبته مش هو نفس اللي انت لعبته. يوري بيقول له صحيح، بس الفوز هو الفوز. جو في الوقت ده كان بيصلح المكان، بتقف عربية وراه وبيظهر ليو بيقول له ايه بطلت الملاكمة وبقيت نجار؟ جو بيقول له ايه اللي جابك؟ ليو قال له عندي عرض ليك، ايه رأيك تكون شريكي في الملاكمة؟ قال له انا؟ اشمعنى انا؟ قال له انت لعبتني في اسوأ حالاتك، وسمعت انك من وقتها بتلعب في حلبات تحت الارض، وده عرض ليك عشان ترجع للملاكمة وفكر فيه على مهلك. الملاكم ماك تايم صاحب التصنيف 127، تصنيف متوسط للاعب متوسط، انتصاراته كانت مساوية لهزايمه، مفيش تقدم في مسيرته، فقرر يعتزل مع حمل مراته. اتقدم لجهاز الشرطة واشتغل ضابط، وكان مشهود له بحسن السلوك والشرف وكل الناس حبته. بس في واحدة من مهماته حاول ينقذ طفل من حريق، لكنه اتصاب في عموده الفقري وتسبب له بشلل كامل في الجسم. حسب ان دي نهاية مسيرته، بس كان في راجل واسمه ريوجو، عالم شاب ومتخصص في هندسة الاعصاب، قدر يصنع شريحة تتزرع في مخ الانسان واسمها BES، تقدر ترجع له السمع والبصر وحتى الحركة. ومن قوة الاختراع شركة شيراتو تبنته، قدمته كأحدث اختراع ودعمته بكل التمويل اللي محتاجه. شيراتو سابت الملاكمة من 4 سنين واهتمت بالمشاريع الطبية، واول واحد جرب الاختراع ده هو ماك، واللي مش بس قدر يرجع
يرجع يمشي، ده كمان قوته العضلية زادت ورجع للملاكمة وبقى شخص مختلف. الملاكم المتوسط بقى من افضل الملاكمين، بيقدر يقلب الوضع في اي مباراة بيخوضها. وماك تايم بقى ممثل ريوجو واللي بيظهر للعالم قوة الاختراع الجديد. والمباراة الجاية ضد ليو بطل العالم. جو بيوافق على العرض ويروح لمكان تدريب ليو، بيسلم على يوري اللي ما شافوش من 5 سنين وبيطلع على الحلبة لمواجهة ليو. من البداية ظاهر الفرق العملاق بين الاتنين، ضربات ليو سريعة وجو بيصد وهو بيحاول يوصل لمرتدة، بس من سرعة ليو مش قادر. ان العمر لا يرحم يا ولدي. بس جو بيفاجئ الكل ويديله واحدة مرتدة مش قوية صحيح لكنها مرتدة، بيشيل الترس اللي عليه وكذلك ليو وبيخشوا في الملاكمة القديمة. والأول مرة ليو بيستمتع في التدريب، بيقول لجو المرة دي احنا بنتدرب بس جهز نفسك بعد ما خلص المواجهة ضد ماك تايم انت هتكون خصم التالي. وفي اليوم الموعود جو بيحضر مع بونجي وسانتا لمباراة ليو ضد ماك. ساتشو مرضاش يجي ولا يشوف وش جو. الكل بيحضر المباراة، ريوجو شيراتو والاهم ميكيو اخو شيراتو بيحضر، واللي ساب الملاكمة من ساعة ما خسر قدام جو واتخصص في هندسة الاعصاب. منطقي ما هو اللي كان بيصنع الترس بتاعه. ماك تايم بيدخل الحلبة وسط تشجيع الجمهور وكل اللي كان مركز معاه هو جو، بيبصله اكنه يعرفه بس جو ولا عمره شافه قبل كده، ما يعرفش بيبصله ليه اساسا. وبيدخل المصنف الاول في ملاكمة ميجالو ليو صاحب لقب ملك الملوك. بتبدأ المباراة بشكل متساوي، ماك سريع وليو حريص بيراقب تحركات خصمه عشان يدرسه. الدراسة طولت شوية لحد نهاية الجولة الأولى. بتبدأ الجولة الثانية وليو قرر يخش في الوضع الجديد. فترة الدراسة انتهت وبيوجه له أول ضربة. ماك دلوقتي هو اللي بيحاول يدافع بس مش قادر، وبضربة بيصيب حاجبه، الدم غطى الرؤية وليو بيستغلها بضربة بطن بتسقط ماك. ماك بيقوم تاني وهو مش شايف أصلا، وجرس الجولة التانية بيرن. المساعدين بيشيلوا الدم ويغطوا الجرح، والجولة التالتة هتحسم النتيجة. ومع بدايتها ماك حركاته أبطأ، ليو بيديله مباشرة بتسقطه. الحكم بيعد ويوصل ل7 وماك بيقوم بآخر قوته. ليو بينقض عليه بضربات سريعة، ما بقاش حتى قادر يدافع وبيوجه له الضربة القاضية واللي هتسقط. لا ده بيتفادى. ماك بيديله ضربة سفلية في الدقن بتفقده التوازن. ليو كان شايفها بس ما قدرش يتفادى، وماك بيديله واحدة في البطن وكمان واحدة مباشرة. يوري بسرعة بيرمي المنشفة عشان يعلن انسحاب اللاعب بتاعه، بس الموضوع اتأخر. ليو سقط على الأرض فاقد للوعي والدم بيخرج من كل أنحاء وشه وبيتعلن فوز ماك تايم. الأطباء بيدخلوا لإسعاف ليو واللي محتاج يروح للعناية المركزة فورا. بيدخل فعلا والدكاترة بيقولوا إنه محتاج أكتر من عملية عشان يعيش. يوري بيلوم نفسه لأنه اتأخر في رمي المنشفة، وفي الغالب مسيرة ليو في الملاعب انتهت. الغريب إن ماك مش فاكر إيه اللي حصل في آخر المعركة أو إزاي فاز. ومش كده وبس، في بيته بيعمل تصرفات غريبة زي إنه بياكل من على الأرض زي الحيوانات، ومراته وابنه بدأوا يخافوا منه. ماكيو بيقول لشيراتو إن اختراع BES له عيب قاتل. اللي بيحصل في آخر كل معركة الماك ده مش حسن تصرف منه، BES بتسيطر عليه وتحوله لحيوان مفترس بينقض على فريسته ومفيش مشكلة لو قتلها. وده السبب اللي بيخلي ماك ينسى نهاية المباريات بتاعته. واللي ظهر إن ريوجو بيطور الاختراع ده عشان يبيعه للجيش. تخيل معايا جندي اتصاب في معركة واحنا في الحرب، سهلة جدا هنزرع في دماغه الشريحة عشان يرجع يمشي ونبعته تاني لساحة القتال. خطة في منتهى الذكاء واكيد هتنجح. وماكيو مش بيستنى وبينزل ورقة علمية بينتقد فيها اختراع BES، والورقة دي احدثت ضجة. ريوجو نفسه كان خايف من تأثير الاخبار دي على اختراعاته، وشيراتو بدأت تدور بحرص ورا اختراع BES. جو لسه مستمر في اصلاح المكان مع بونجي وسانتا، واللي تقريبا خلاص العلاقة بينهم بقت كويسة. بيروح يزور ليو واللي بيبلغه ان العملية نجحت، بس الدكاترة قالوا له انه مش هيرجع زي ما كان. حلم الرجوع للملاكمة انتهى. ماكي بيتفرج على مباراته ضد ليو، بالنسبة له دي اول مرة يشوفها، وبيترعب من شكله في اللحظات الاخيرة. بيروح يشتكي لريوجو ويقول له انا بدأت انسى وكمان مش قادر انام. قال له دي مجرد اعراض جانبية للاختراع وهتروح بسرعة. ما تنساش حلمك اللي قلتهولي اول ما اتقابلنا، قلت لي ان جو صاحب اللا ترس كان مثلك الاعلى. اول ما شفته عرفت انك
انك ما ينفعش تبقى ملاكم مستقل، والاختراع الجديد هو اللي هيحقق حلمك عشان تبقى ملاكم زي جو تقريبا ملهم لكل شخصيات الانمي. وباقي الجو انه يصلح علاقته مع ساتشو، وفي نفس الوقت بيجيله دعوة لمباراة استعراضية، مباراة بين ماك تايم ضد جو صاحب اللا ترس. عاوز يقبل الطلب بس في الاول لازم يعمل حاجة. ساتشو كان بيتدرب في الحلبة وفوجي بيتفرج عليه. جو بيوصل ويقول له انا هلعب ضد ماك وعاوزك تساعدني. فوجي بيقول له ابوس ايدك خد الفاشل ده وابعده عن الملعب بتاعي، انا ما جاليش منه الا الخسارة. بس ساتشو كان متمسك بالحلبة معرفش ليه، مع ان فوجي قرفان منه. جو بيقول له خلاص هنحسم الموضوع على الحلبة. ساتشو ما يقدرش يرفض وبتبدأ المعركة بين الاتنين. مفيش منافسة اصلا، كيس البوكسنج ممكن يقاوم اكتر من ساتشو. وجو بيقول له احنا اتجمعنا عشان ابقى اقوى ملاكم في العالم، ودي كانت رغبة نانابو، وهنتجمع دلوقتي تاني عشان استمر كملاكم. ساتشو بيفتكر كلمات نانابو بان وظيفتهم هي مساعدة جو، واخيرا بيرضى يساعده. جو جمع كل اصحابه القدام عشان يجهز نفسه للمعركة، ومع بعض رجعوا المكان زي الاول، وفريق المجهول رجع من تاني، وكل الناس بتتكلم عن المعركة المرتقبة. بس حالة ماك بتسوء يوم عن التاني وبيكسر بيته من غير ما يحس. شيراتو اتأكدت ان اختراع BES ليه اعراض مدمرة على جسم الانسان، بتضغط على المخ وتخلي الانسان ما يتحكمش في نفسه، ما ينفعش اطلاقا للاستخدامات الحربية. وبرغم كده ماك فضل مستمر في التدريب، ما هو هيحقق حلمه باي تمن وهيلاعب جو. بس مراته بتروح لشيراتو بتحكي لها كل اللي بيحصل لجوزها وحالات الغضب والجنون اللي بتصيبه، وبنوصل ليوم المباراة واللي الكل كان مستنيها. ده حتى بينجو واللي معاه كانوا متابعينها، وجو لابس ترس شيف وخصمه هو ماك تايم. شيراتو كانت قاعدة مع ريوجو وبتقول له انا عرفت هدفك في بيع الاختراع للجيش وكمان الاعراض الجانبية اللي بتحصل لماك. ماك بيقول لجو دلوقتي انا خلاص حققت حلمي بمواجهتك، والمباراة بتبدأ بين الاتنين. جو صاحب اللا ترس دلوقتي معاه ترس، واللي بيساعده في صد الضربات بيديله ضربة وبيصيب نفس الحاجب. تقريبا ما التقمش من ساعة مباراته ضد ليو، والجولة الأولى بتنتهي. ماك بيلعب بحذر شديد، مساعدينه بيشيلوا الدم عشان يبدأ الجولة التانية. ماك بيهاجم جو ويديله ضربات سريعة، وجو بالعافية بيقدر يرجع لوضع الدفاع. بيصيب ماك تاني فماك بيصيبه مرتين، بس جو بيديله واحدة جانبية بتسقطه على الأرض. بيقوم قبل العدة العشرة. مباراة متكافئة بين الاتنين، بس الملاحظ ان جو مش عاوز يوصل ماك للخروج عن السيطرة، وماك برضه بيلعب بحذر. بيدي جو ضربة في التانية، والمفاجأة ان ساتشو بيرمي المنشفة وبيعلن استسلام جو وفوز ماك تايم. جو بيقول له شكرا، ده اللي انا كنت عاوزه. ماك حقق حلمه ولاعب جو، وجو حقق حلمه واسمه انتشر من تاني، وفرقة المجهول رجعت للساحة. شيراتو بلغت الشرطة باختراع BES وان ريوجو كان بيزور في النتائج، ونتيجة لده الاختراع اتسحب من السوق وتم القبض على ريوجو. شيراتو بتزور جو وتقول له بقالي مدة ما شفتكش، انا رأيت الاطفال بتوعك وبما ان بيتهم رجع تاني فالافضل ليهم يعيشوا معاك. نهاية سعيدة للكل. وبس كده، ده كان كل اللي عندنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو دي اول مرة ليك، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.